قصة الصندوق المسحور حريق. الجزء الأول إصبع لأسفله. في إحدى الأحياء القديمة في القاهرة، كان فيه محل صغير لبيع التحف والأنتيكات اسمه كنوز الزمن. المحل ده كان مليان بحاجات قديمة وغريبة، وكل قطعة فيه ليها قصة. صاحب المحل كان راجل عجوز اسمه عم سيد، وكان دايما يقول إن كل قطعة في المحل بتخبي سر. في يوم من الأيام دخلت بنت صغيرة اسمها مريم المحل مع والدتها. مريم كانت بتحب الحاجات القديمة ودايما تتساءل عن الحكايات اللي وراها. وده اليوم اللي هتبدأ فيه حكايتنا المرعبة. بينما كانت مريم بتتجول في المحل، لقت صندوق خشبي صغير ومتزوق بزخارف ذهبية. الصندوق كان مقفول، ومريم حست بشيء غريب ناحية الصندوق ده. سألته عم سيد عنه، فابتسم وقال لها: ده صندوق أسرار الزمن، محدش يقدر يفتحه غير صاحبه. ابتسامة وقرون. الفضول كان مسيطر على مريم، فقررت إنها تشتري الصندوق. عم سيد حذرها: خلي بالك، الصندوق ده فيه أسرار ممكن تقلب حياتك. بس مريم ما سمعتش التحذير وأخذت الصندوق معاها البيت. في الليل، مريم قررت إنها تجرب تفتح الصندوق. بعد محاولات كتير، لقت طريقة تفتح بيها القفل. أول ما فتحته، خرج ضوء قوي من جواه وصوت همسات ملغمة بقت تسمعها في كل مكان في أوضتها. مريم بدأت تحس إن فيه حاجة غلط، بس الفضول كان أقوى من خوفها. الصندوق كان فيه مرآة صغيرة وكلمة مكتوبة بلغة غريبة. لما مريم بصت في المرآة، شافت انعكاس غريب لوشها، كأنه متغير ومش هي. فجأة، سمعت صوت ضحكة خبيثة، والصندوق اتقفل لوحده بقوة. وجه خائف. من اللحظة دي، بدأت تحصل حاجات غريبة في بيت مريم. الأضواء كانت بتطفن وتولع لوحدها، والأصوات الغريبة بقت بتسمعها طول الوقت. في مرة، وهي بتبص في المرآة، شافت شخص غريب وراها. لما لفت، ما لقتش حد. الشعور بالخوف كان بيزيد يوم بعد يوم، ووالدتها بدأت تلاحظ إنها مش بتنام كويس ومش مركزة في دراستها. مريم قررت ترجع المحل وتسأل عم سيد عن اللي بيحصل. لما دخلت المحل، لقت عم سيد مستنيها، كأنه عارف إنها جاية. سألته: إيه اللي بيحصل؟ ليه كل الحاجات الغريبة دي بتحصل؟ عم سيد تنهد وقال لها: أنا حذرتك يا بنتي، الصندوق ده مربوط بروح شريرة محبوسة من زمن بعيد. علشان تتخلصي منها، لازم تلاقي طريقة ترجع الروح لمكانها الأصلي. مريم بقت في موقف صعب، هي مش عارفة تعمل إيه ولا فين تبدأ. قررت إنها تجمع كل الشجاعة وتواجه الروح الشريرة. وهي في طريقها للبيت، بدأت تسمع همسات أكثر وأكثر، والأصوات بقت بتقول لها: مش هتقدري تخلصي مني. أنا هنا للأبد، قول.